عاملين ايه يا جماعه؟ رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا كلنا نصلي على النبي. ده منفل جديد زي ما انتم شايفين، يعني مكنه بتعمر. الحمد لله جايب لها منفل جديد عشان المنفل بتاعها بايظ والفبر بتاعه متكسر. بس في حاجه هنا، المنفولات الجديده اللي في السوق كلها صيني. دي حاجه. المنفولات الجديده اللي في السوق كلها ساعات بتنطر البوابات في بعض الاوقات بعد ما تشغل مثلا شهر 5 سنة ولا كده، تلاقي بوابة من دولت اللي هم بتوع المنفل نطرت ضربت، فتقوم جايه العربية مسروعة. يضطر صاحب العربية يا اما يغير منفل يا اما يجيب البوابات، او لو لقاها يقوم جاي سادد البوابات كلها ولاغي شغل المنفل اللي هو ده، شغل البوابات ده، شغل البلف اللي هو بيفتح على السرعات البطيئة والعالية، يعني في السيستم بتاع الكمبيوتر. بيقوم جاي حاطط هنا مادة زي اللي انا حاططها دي، بس حاططها على العين كلها، بتقوم جاي سد البوابة كلها. يبقى هنا عامل زي ايه، مجرى هوا، وشكرا على كده. فاهمني؟ انما كشغل كسيستم شغل اللي هو بتاع الكمبيوتر، يفتح قد ايه ويقفل قد ايه والكلام دوت على السرعات البطيئة والسرعات العالية، بيبقى ملغي طبعا. ففي حاجه هنا، انا دلوقتي جبت منفل جديد عشان اريح دماغي من الفيلم اللي انا قلت لكم عليه دوت، واللي هو ساعات بيحصل. بقوم جايب انبوبتين لحام على المنفل الجديد دي، انا كاحمد يوسف انا بعملها. بقوم جاي حاطط الماده على البوابه من بره، على قطر البوابه الخارجي، مش القطر الداخلي، القطر الخارجي اللي هو في اغلبيه الوقت بيطير. فاهمني؟ يبقى انا حطيت ماده على القطر الخارجي بحيث الفبر بتاع القطر الخارجي بتاع البوابه يمسك في المنفل اكتر واشد. بس القطر الداخلي انا سايبه شغال، اللي هو شغل المنفل الطبيعي، اللي هي البوابه من جوه، اللي هي ذات نفسها اللي بتحرك البوابه من جوه. دي انا عملتها دلوقتي وانا بقفل، قلت لازم بفضل الله اشارككم فيها حاجه برضو حلوه للشغل المنفل الجديد، لان المنفل الجديد اللي في السوق صيني واغلبكم عارفين كده. فبينزل ممكن يجي بعد فتره قصيره تلاقي البوابه دي بحالها نطرت وطلعت بره من الهواء، تقوم جاي العربيه مسروعه، يضطر ان هو يحل منفل تاني وبيهد العربيه عشان يحل منفل، ويقوم جاي مثلا ايه سادد البوابات كلها بقى ولاغي النظام اللي هو بتاع الايه، اللي هو سيستم الكمبيوتر اللي هو يفتح امتى ويقفل امتى. فانا بقول لكم منفل جديد اهو، انا مثلا بركبه، هقوم جاي حاطط ماده على القطر الخارجي بتاع البوابه وساب القطر اللي هو الداخلي، القطر الخارجي اللي بحط عليه ماده. يا رب اكون فدتكم، وكل سنه وانتم طيبين. وبالله عليكم يا اخواتي الدعم، طبعا الرزاق هو ربنا سبحانه وتعالى، كلنا بنعمل بالاسباب. انا اعتمادي وتوكلي كله على الله. اللي يشوف الفيديو على اي منصه يعمل له اشتراك ومتابعه لايك، وكلنا اخوات في الله.